فصل الصيف يعني مرح وانتعاش ولحظات جميلة بكل نشاط لازم تتعاش. ولو بتفكر ومحتار ومش عارف تقرر ولا تختار تسافر فين في أجازة الصيف، يبقى لازم تتابع حلقتنا النهاردة، واحنا هنجيب لك أفضل 10 وجهات سياحية تقدر تقضي أجازتك فيهم خلال فصل الصيف. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. 1. برايتون. مدينة برايتون في بريطانيا بتقع على ساحل ساسكس، وبتبعد بحوالي 80 كيلومتر من جنوب لندن، وهي أكبر سلطة محلية في جنوب شرق إنجلترا. بيبلغ عدد سكانها حوالي 490 ألف نسمة، وفيها العديد من المعالم الأثرية اللي بتجذب العديد من الزوار سنوياً، ومنها قصر بافيليون وغيرها كتير من أماكن السياحة المذهلة، وهي من ألطف الوجهات للسفر خاصة في فصل الصيف، وده لأنها بتتميز بالمناخ المعتدل بالإضافة للمساحات الخضراء في حدائقها المتنوعة. 2. ساني بيتش، بلغاريا. بتقع ساني بيتش على ساحل البحر الأسود، وبتتميز بشواطئها الرملية الجميلة ومياهها الزرقاء النقية، بالإضافة لأن السياح يقدروا فيها الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المختلفة زي الغوص والتجديف وركوب الأمواج. فلو كنت بتدور على عطلة ممتعة ومليئة بالنشاطات في فصل الصيف، فساني بيتش هتكون وجهتك المثالية. 3. مايوريكا، أسبانيا. بالما دو مايوريكا هي واحدة من أكثر المدن السياحية شعبية في أسبانيا، فهي بتحتوي على العديد من المنتجعات والمواقع السياحية المناسبة لقضاء عطلة عائلية استثنائية، خصوصاً في فصول الربيع والصيف. فيها هتقدر تستمتع بالطقس المشمس والشواطئ الرائعة وزيارة المعالم السياحية المشهورة، وتقضي وقت ولا أروع في أجواء منعشة. 4. بارادايس بيتش، الفلبين، في جزيرة بانتاين. بتشتهر جزيرة بانتاين بإنها وجهة مفضلة لقضاء أجمل الأوقات الممتعة، بالإضافة لأنها وجهة شاطئية مفضلة لاحتوائها على أجمل الشواطئ السياحية، واللي من بينها شاطئ بارادايس المحاط بالأدغال ومسارات المشي، وهو بيعد وجهة مفضلة لهواة استكشاف الطبيعة والاسترخاء على الشاطئ بعيد عن الدوشة والضوضاء. 5. ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية. بتسمى ميامي بمدينة السحر، وده لأنها من أكتر المناطق الجاذبة للسياح في أمريكا، وخصوصاً في ولاية فلوريدا. بتقع ميامي على ساحل المحيط الأطلسي في جنوب شرق ولاية فلوريدا، وهي من أكتر المدن من حيث عدد السكان، ومن أفضل الوجهات اللي بيتردد عليها السياح خصوصاً في فصل الصيف. 6. نيس، الفرنسية. المدينة دي بتعتبر واحدة من أكتر الوجهات السياحية للفرنسيين والمسافرين من جميع أنحاء العالم، وده لأنها بتتميز بموقعها ومناخها المعتدل وشواطئها الصافية الكريستالية وألوانها الزرقاء النقية، ده غير المتاحف والمعارض الفنية، بالإضافة لأنها بتقع على البحر الأبيض المتوسط على بعد كيلومترات بس من إيطاليا. 7. بودفا، مونتينيغرو. الوجهة الأكثر زيارة في الجبل الأسود خاصة في فصل الصيف، ودي بتتمتع بعدد كبير من الأنشطة الممتعة والمعالم المميزة بالهندسة المعمارية الموجودة على الطراز الفينيسي، بالإضافة للشواطئ المغطاة بأشعة الشمس الذهبية. 8. بالي، إندونيسيا. بتعتبر جزيرة بالي من أجمل الأماكن السياحية في إندونيسيا، وهي واحدة من مئات الجزر اللي بيقصدها معظم السياح بهدف الاستجمام والتمتع بالروقان وقضاء وقت ممتع وسط سحر طبيعتها الخضراء مع الغابات والشواطئ الرملية. سانتوريني باليونان، ودي مكان رائع تقدر تقضي فيه أجازة فصل الصيف براحتك،
فهي عبارة عن واحدة من أجمل الجزر السياحية في اليونان، وبتتميز بمياهها الفيروزية ومبانيها البيضة والزرقاء، بالإضافة لأنها بتتميز بمناظرها الساحرة وشواطئها الاستثنائية. ده كله بجانب إنه بيتوفر فيها عدد من المواقع الأثرية والمتاحف اللي بتستحق الزيارة. وأخيراً الجارف بالبرتغال. بتعد منطقة الجارف من أشهر الوجهات السياحية في البرتغال، وده لأنها بتحتوي على شواطئ رملية وكهوف منعزلة وقرى صغيرة جميلة، بالإضافة لمناخ معتدل والعديد من المزارات السياحية الرائعة. علشان كده كل الامتيازات دي خلتها من أفضل الوجهات السياحية لكل السياح في فصل الصيف. ودلوقتي قررت تقضي أجازتك فين؟ هنستناكم تكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتستنونا في حلقة جديدة من حلقات منفيس.